النهارده جالي سؤال على الصفحه: يا دكتور احنا عايزين نخس من غير ما نعمل دايت. طيب انا جاي النهارده اقول لكم على 4 حاجات لو عملتوهم وركزتوا فيهم كويس قوي جسمكم هيتغير تماما، وهتحس بفرق بالتغيير في شكلك وحجمك ومقاساتك، وهتخس وهتبدا تخش في مود الدايت وتبدا دايت صح. رقم 1 واهمهم: لو انت بتاكل عيش ركز فيه قوي، لان سبب السمنه والدراسات كلها بتقول ان زياده الوزن والسمنه هيرجع للناس اللي بتاكل عيش وكميات كبيره من الدقيق والعيش في الفطار والغداء والعشاء، او لو حتى في وجبه او وجبتين من يوم. فبالتالي قلل عيشك للنص، او على الاقل يبقى نص رغيف في الوجبه، وبلاش العيش بالليل. رقم 2: السكر. لو انت بتشرب مياه غازيه او بتشرب مشروبات دافيه فيها كميه سكر، اعرف ان ده سبب رئيسي لزياده وزنك اللي انت ما تعرفوش. رقم 3: شرب الميه. لو انت ما بتشربش او ما بتاخدش ميه كافيه تساعدك انك تشبع او تغير مخك ان الجوع بتاعك يبقى عطش، لازم تشرب ميه، على الاقل كوبايتين ميه قبل كل وجبه، وبين كل وجبه ووجبه احاول اشرب كوبايه او كوبايتين، فبالتالي هحسب كميه ميه داخله جسمي كافيه، فبالتالي خدت ميتي وشبعت. رقم 4 والاخير: النوم الكافي والحركه. لازم ندي قسط كافي من النوم من 6 ل 8 ساعات يوميا، ويفضل يكون بالليل، وكمان نزود حركتنا، على الاقل نمشي من ربع لنص ساعه يوميا، هتفرق معانا 360 درجه في تغيير حياتك. لو عملت الحاجات دي هتلاقي تغيير شامل في نزولك في الميزان وفي صحتك وفي حركتك، ولو في تورم في الرجلين هيبدا يتغير. شاركوني بقى باسئلتكم في الفيديو، لو عجبك الفيديو يا ريت تشيره، ولو في عندك اي كومنت او اي سؤال اساله لي وانا هعمل لك عليه فيديو ان شاء الله يعجبك.